مبارك تودة، مدير ثانوية الخليج التأهيلية. طبعا تأتي هذه المبادرة من أجل استحضار الذكرى الأليمة 16 ماي 2003 الذي عرفت الأحداث الإرهابية بمدينة الدار البيضاء، والتي استهدفت بعض الأماكن الحساسة بالدار البيضاء. وكان الهدف الأساسي من هذه الضربة الجبانة هو زعزعة استقرار الديمقراطية والتعددية، وأيضا الهامش ديال الحرية الذي كانت يعيشها المغرب في تلك الفترة، ولا زالت التطور الديمقراطي في المغرب. طبعا نحن تأتي أيضا هذه من أجل هذه الندوة من أجل استذكار هذه الحادثة الأليمة، وحوار التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية حول آفات الإرهاب ومخلفات الإرهاب، وأيضا الدوافع النفسية والاجتماعية والنفسية للإرهابي الذي يقدم على مثل هذه الأفعال. وأيضا من أجل أن نفتح باب المناقشة وباب التواصل مع كل الفاعلين التربويين من أجل نبذ العنف وثقافة الحوار وثقافة السلم وثقافة الحرية الذي ينعم بها المغرب في ظل القيادة السامية لجلالة الملك محمد السادس، الذي فتح مجال للتعددية وللحرية وللتواصل مع كل الفاعلين داخل المغرب. وشكرا. وتهور بعض الأفكار التي لا علاقة لها لا بالإسلام ولا بالديانات السماوية جميعا، ولا أيضا بالأفكار الداعية. ضربة أقوى في المطعم كاسا دي إسبانيا تابعة للقنصلية الإسبانية تلميذة هدى إيتموس من ثانوية الخليج التأهيلية. اليوم بمناسبة إحياء الذكرى الأليمة اللي وقعت في يوم 16 ماي بالدار البيضاء، أسسنا ندوة حول ثقافة التسامح واحترام الآخر، وقد شارك فيها تلاميذ من مختلف المستويات والأطر التربوية. حتى في مجموعة من الدول سود أمريكا في